ده الجزء التاني من صيانة شيك بلف. ازاي تعمل صيانة شيك بلف للصمام ده ملوش صيانة. المفك طبعا احنا عملناه باتنين سن عادة، عشان هو عاوز 4 سن عادة، عملناه باتنين سن واللحام 2 في 1. وهنحتاج طبعا إبرة وبعديها زرادية، ونحاول نخلع الكليبسة دياتي بالراحة وانت بتخلعها عشان متبوظهاش. بعد ما خلعنا الكليبسة هتخلع بالإبرة اللي هي الوردية اللي هي النحاس أو الألمونيا أو الصاج، تحتيها حتة كاوتش بلاستيك مش مشكلة كانت مكسورة مننا قبل كده. طيب هنخش هنا بالمفك اللي احنا عملناه وتفك اللي هو الصامولة ديت البلاستيك اللي هي لها مفك خاص، بس المفك مش موجود فاحنا صنعناه. ازاي ما تعرفش؟ مصر ابو الاختراع. القصة كلها في السوستة دياتي والقرص اللي احنا فكناه من المفك دواتي والجلدة دياتي تقلبها وهتشتغل معاك وتنضفها، وتحتاج طبعا خل للتنظيف والكلام ده كله. الجلد ده طبعا هنطلعها دلوقتي نعملها زي شد، هو هتشد عشان هي دي هتحط في وشك. وزي ما هتشوف دلوقتي تجيب سكينة مثلا رفيعة، حاول تشد هوب طارت. طيب تجيب سكينة وتجيب مفك عادة رفيع، حاول تعمل شد للسوستة دي بس مش جوه، عشان دي اللي بتستخدم في ضغط السخان للتنفيذ والكلام ده كله. ده لو في تنفيذ وفي تلف في الجزء دواتي ترجع الجلد زي ما كانت، تركبها او تقلبها وهتشتغل معاك ان شاء الله. تركب الجلد وشها لفوق، تنضف المكان ده كله بمزيل صدى اللي هو ده، ومش موجود عندك تستخدم خل مفيش مشاكل، او اي حاجة منظف او سلك معين الكلام ده كله او مية سخنة. نزل اللي هي الجلد دلوقتي بعد كده تربط على نفس المستوى اللي كانت عليه. ترجع تركب الجلدة بتاعتك اللي اتكسرت مننا، الجلدة كانت ناشفة. نركب الصاجة اللي الوردة، تركب الكليبس بتاعك اللي هو طبعا دلوقتي ده شيك بلف له صيانة، التاني ملوش صيانة اللي انا وريتهولكم. تنفخ هوب سليم 100 فل 10 تمام.